لو حد حاسس باي اعراض من دي، حاسس ان ما عندوش مشكله صحيه لكن دايما حاسس بتعب، همدان، سقوط شعر غير مبرر، باخد كل حاجه تنفع لسقوط الشعر ومع ذلك بينزل، مجهود قليل طول الوقت، باكل كويس جدا ولكن ما عنديش طاقه. السلام عليكم، معكم دكتوره منال جلال، استشاري التغذيه العلاجيه. النهارده هنسلط الضوء على جزء مهم قوي في التحاليل او في التشيك اب اللي احنا بنعمله باستمرار، ولكن للاسف بعضنا او بعض الدكاتره بيغفلوا ان هم يطلبوا التحليل ده، وبيعتمدوا على نسبة الهيموجلوبين اللي بتكون في صورة الدم، واللي هي لو كانت طبيعية بيقول لك الأمور تمام، ولكن هي ممكن تكون طبيعية والجسم لسه فيه مشاكل كتير قوي. السبب ببساطة إن أنا ما بعملش في التحاليل بتاعتي دي تحليل مخزون الحديد اللي هو اسمه فيريتين. تعالوا مع بعض نعرف يعني إيه فيريتين. الفيريتين هو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم. يعني انا باخد حديد، هو بياخد الجسم بياخد احتياجه اليومي والزياده بيخزنه. المسؤول عن التخزين ده بيكون الفيريتين، وبالتالي لما باجي اقيس الفيريتين بقدر اعرف مخزون الحديد بتاعي بنسبته قد ايه. يعني نسبه الفيريتين تعادل نسبه مخزون الحديد في الجسم، ولذلك انا بعتمد على النسبه او التحليل بتاع الفيريتين عشان اقدر اعرف نسبه مخزون بتاعتي، اللي هي في التحاليل كلها بتبقى من 10 ل 300. طيب هل 10 ده رقم كافي؟ لا، للاسف ده 10 مش كافي خالص. هو بيقول لك ان دي النسبه الستاندرد اللي ممكن يكون اي جسم فيها، ولكن بيفرق النسبه الايديال من راجل لست، بيفرق من حسب الفئه العمريه، بيفرق حسب حاجات كتير قوي. وبالتالي احنا بنقول دايما للفيميلز يبقى النسبه بتاعتهم من 60 او فيما اكتر. هنا دي النسبه الامنه اللي جسمك يقدر يعتمد على المخزون ده في العمليات الحيويه. طيب لو انا عندي الهيموجلوبين طبيعي، ايه اللي يسبب مشاكل؟ يسبب مشاكل لان نقص الحديد مش بيدخل في صناعه الهيموجلوبين بس. الهيموجلوبين دوره ان هو ينقل الاكسجين خلال الجسم، تمام؟ اذا لو انا عندي الهيموجلوبين طبيعي، اذا الدور ده تم بنجاح. طيب بقيه الادوار، بقيه الحاجات اللي بيخش فيها الحديد، زي مثلا انتاج الطاقه، زي رفع المناعه، زي العمل بتاع عضلات جسمي واللياقه البدنيه بتاعتي، زي وظائف المخ والتركيز، كل ده بيخش فيها. فلو انا اخدت الحديد النسبه اللي عندي في صناعه الهيموجلوبين اللي عندي وبقيه الوظائف ما لقيتش حديد كافي، وبالتالي بتاخد المينيمم، تاخد احتياج بسيط جدا، فلذلك كل الوظائف التانية دي متأثرة. يعني أنا عندي ضعف في وظائف المخ، فبالتالي عندي تركيز قليل، العضلات عندي ضعيفة، أقل مجهود بتعب جدا، بحس بخفقان في القلب لو طالع درجتين سلم. كل دي مشاكل بتظهر معايا نتيجة إن مخزون الحديد في جسمي غير كافي. لذلك إحنا محتاجين نعتمد في التحاليل بتاعتنا على مخزون الحديد بجانب صورة الدم اللي بتطلع لي نسبة الهيموجلوبين بتاعي. في الفيديو اللي جاي هنتكلم بالتفصيل عن دور الحديد في جسمنا، يعني ايه الحاجات اللي معتمده على وجود الحديد. احنا قلناها دلوقتي يمكن بشكل مختصر. الفيديو الجاي هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر، وكمان هنتكلم عن الحديد لما بناخده سواء مكملات او وريد بيتحرك ازاي في جسمنا، بيتم امتصاصه ازاي، الجسم بيستفيد منه ازاي، هيبقى عندنا وعي كافي احنا بنتعامل ازاي مع السبلمنت اللي بناخدها اللي هي المكملات اللي فيها حديد، بامتى نحتاج ناخد محلول وريدي حديد، او انا عندي نسبه قد ايه، ولو حالتي الصحيه شكلها عامل ازاي، وايه انواع الوريد اللي احنا المفروض ناخدها. طبعا بنتكلم بشكل عام، ولكن بمجرد ما نلاقي التحليل بتاعنا فيه نسبه فيريتين قليله، فده لازم اتوجه لدكتور يعمل تشخيص كامل ويحدد لي نوع السبلمنت او المحلول اللي انا محتاجاه. ولكن هنا عشان نفهم جسمنا، نفهم احنا محتاجين امتى ناخد حديد، امتى ان احنا نزود المخزون بتاعنا. لو حد حاسس باي اعراض من دي، حاسس ان ما عندوش مشكله صحيه لكن دايما حاسس بتعب، همدان، سقوط شعر غير مبرر، باخد كل حاجه تنفع لسقوط الشعر ومع ذلك بينزل، مجهود قليل طول الوقت، باكل كويس جدا ولكن ما عنديش طاقه، كل المؤشرات دي ممكن تقول لنا ان انا عندي مشكله في نقص مخزون الحديد. لو انا عندي الانيميا بتاعتي رقمها طبيعي، طب لو لا عندي الانيميا اصلا مش طبيعي، يبقى انا عندي مشكله تانية، يبقى انا عندي مخزون الحديد متاثر وعندي الانيميا كمان قليله، فانا محتاجه اعمل برنامج متكامل اعالج بالمشكلتين دول. لو حد فيكم بيعاني من اي عرض من الاعراض دي ومش عارف يشخص الحاله كويس، ممكن يسيب لي في الكومنتات مهتم او اي كومنت هو حب، او يحط لي العرض اللي هو حاسس بيه وهنرد عليه بتوجيهات معينه، وممكن نتناقش مع بعض في شويه تفاصيل علشان نقدر نحدد ايه التحاليل اللي احنا محتاجينها علشان نطمن على نفسنا. في الفيديو الجاي زي ما اتفقنا هنشرح الموضوع باستفاضه ونعرف ايه الحلول اللي احنا ممكن نتبعها لو عندنا نقص في مخزون الحديد او نقص في الهيموجلوبين. تابعونا ان شاء الله تشوفوا معلومات مفيده الفتره اللي جايه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.